تيك توك من ورقة تفاوض إلى صفقة تجارية. أمريكا تبيع تيك توك للصين. كشفت صفقة تيك توك بين واشنطن وبكين أن الأمن القومي الأمريكي لم يعد خطا أحمر، بل ورقة تفاوض تدار ضمن صفقات تجارية وسياسية أوسع. ففي خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين توصلتا لاتفاق بشأن ملكية تطبيق تيك توك، ما يتيح تجنب الحظر الوطني للتطبيق الشهير. وقال ترامب أن الصفقة ستسعد الشباب في بلادنا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن البنود، تاركا المجال واسعا للتكهنات حول كيفية إدارة الملف الأكثر حساسية في الأمن السيبراني الأمريكي. وأكد مسؤولون الصينيون أن الطرفين توصلا إلى إجماع أساسي، وسيعملان على فحص واعتماد البنود المتعلقة بالصفقة، في حين امتنعت شركتا بيت دانس وتيك توك عن التعليق الفوري. وفي السياق يبرز هذا الملف اليوم بوصفه أكثر من مجرد قضية أمنية، إذ أصبح أداة تفاوض ضمن صفقات تجارية وسياسية أوسع بين واشنطن وبكين. وتجدر الإشارة إلى أن تيك توك يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، ويقدر أن التطبيق حقق العام الماضي نحو 10 مليارات دولار من الإعلانات والمبيعات الإلكترونية، ما يجعله لاعبا استراتيجيا ليس في الإعلام الرقمي فحسب، بل في الموازين الاقتصادية والسياسية.